بتدور القصة حوالين كلب دخل في يوم من الأيام لمتحف مليان بالمرايات. كان متحف فريد من نوعه، فالحيطان والشبابيك والبيبان والسقف وكمان الأرضيات معمولة من المرايات. لما شاف انعكاساته اتصاب بصدمة كبيرة جدا، كشر الكلب عن أنيابه وبدأ في النباح علشان ترد عليه انعكاساته بتقلده بنفس الطريقة. اتضايق الكلب قوي، ولكن حاول مرة تانية يتنطط يمين يتنطط شمال علشان يخوفهم ويبعدوا عنه، ولكن ما جابش نتيجة. استمر الكلب المسكين في هذا الشكل حتى نهاية اليوم. وفي صباح اليوم التاني دخل حارس المتحف علشان يشوف قدامه الكلب البائس، جثة مرمية على الأرض فاقدة من الحياة، ومحوطاه مئات الانعكاسات من كلب ميت أيضا على الأرض. المتحف ما كانش فيه حد يضايق الكلب أو يقتله، ولكن الكلب قتل نفسه بنفسه بسبب عراقه مع انعكاساته. العالم مش هيجيب لينا الخير أو الشر من تلقاء نفسه، ما هو العالم عبارة عن انعكاس للي جوانا من مشاعر وأفكار وأحاسيس وأفعال. كلنا بنقوم من النوم ما بنعملش غير إن إحنا بنتشاكل مع انعكاساتنا ومش عارفين إن هي انعكاس للي جوانا. لو حياتنا فيها حاجة سلبية يبقى لازم ندور جوانا على الأشياء اللي وصلتنا لكده. وتغيير العالم كله مش هيجي إلا من إن أنت وأنا وكلنا نغير نفسنا. التغيير مش بالسهولة اللي ممكن أقولها في كلام، عارف إنه موضوع صعب جدا، ولكن ربنا قال كده إن ربنا مش هيغير أي حد إلا لما يغير نفسه هو الأول، إلا لما ياخد قرار إن هو يتغير، إلا لما يدور عن المشكلة اللي جواه، إلا لما يعرف إن هو السبب مش أي حد تاني السبب. لما اعرف اني انا السبب اذا هدور على نتيجة او هدور على حل اللي جوايا، وساعتها هلاقي توفيق ومدد من ربنا ودعم منه لاني انا امشي في الطريق ده. وطبعا واحنا في الايام دي مش هنلاقي احسن وافضل من شهر رمضان ان هو يكون شهر تغيير لينا كلنا باذن الله. الحاجة اللي حابب اختم بيها في نهاية الكلام ده ان محدش يفقد الامل في التغيير، او محدش يفقد الامل في ان هو يكون انسان تاني افضل من اللي هو عليه دلوقتي، لان غير كده بيودينا في سكة مش حلوة خالص. واكيد احنا جربنا لما بنفقد الامل بيحصل ايه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.